أول ما يجينا الصيف أسلم عليه وأستقبله بخمس عطور هذيلة. تعودت أول الصيف يكون وياه أسطورة هوغو بوس وبلا منازع وعن قناعة. هوغو بوس أنليمتد. قليل في العالم من وظف الحمضيات بهذه الصورة الرائعة الجميلة، وما عندي كلام أقوله. جرب العطر اللي سوى انقلاب نوعي في عالم صناعة العطور في 2018 من ييف سان لورانت. ييف سان لورانت YEDB أكثر عطر تكلمت عنه في قناة عطري. العطر هذا خلاب وما زال رائعا، وأداء أداء رائع. أنا أشوفه أداء رائع جدا هذا العطر الخلاب الجميل، ومهما جابوا إصدارات بعد جربتهم كلهم ما زلت أؤمن أن هذا EDB هو أجملهم على الإطلاق وأنقاهم ما بين كل إخوانه. الفخامة المغرورة تيري دي هيرمز الإيدي تويلت منه. رغم أن هذا العطر يعتبر أول عطر في العالم استعمل البرتقال الفاسد في عطر، ولكن طلع أسطورة من أساطير الزمان وإلى هذه اللحظة. التيري دي هيرمز الEDT يعتبر أسطورة هذه الدار، ومن أجمل ما أنتجت. أجمل سووا أشياء جميلة بعدها، ولكن دائما أحن إلى أول إصدار. سامحوني، هذا عشقي الأبدي. ديور هوم كولون. العطر مش معقد إطلاقا. العطر عبارة عن بيرغاموت ومسك، ومسوين خلطة ديور الغريبة اللي ما صرحوا فيها، وسووا عطر إلى هذه اللحظة أشوفه أجمل عطر حمضي في العالم. إذا تتكلمون عن أداء أنا مرضيني حقيقة، حتى لو فوحانا ساعة ونص وثباته 4-5 ساعات، ولكن لولا أن عطر شربته. أول إصدارات لنويدي لوم من ييف سان لورانت. لنويدي لوم ما زال هذا العطر لا سحرة وروعة أداء، واللي ينفرد في عالم العطور عن كثير من العطور، ويبقى هذا العطر رغم ضعف أداءه ولكن من أكثر عطور العالم سحرا وجمالا ولكل فصول السنة. ولكن تعودت أني أستقبل بداية الصيف مع هذا الرائع الجميل أيضا. 5 عطور أستقبل الصيف بهم، أتمنى تجربوهم وتشوفوا اللي يعجبكم منهم وتقتنوه إن شاء الله لو عجبكم. كل المحبة.